سهل ان انا الفه، موجود من 3 ايام على الانترنت. فاذا بنا نفاجأ ان هالة سرحان الاعلاميه اللي متعوده على الفبركه واللي هكلمكم عنها شويه، بس بعد ما اخد مداخلتنا مع شيخنا واستاذنا الشيخ وجد غنيم رده الله سالما. الله شيخنا يعني امبارح هالة سرحان مين ايه بتبيع ايه هالة سرحان دي؟ اعلاميه يا فندم، من الاعلاميين اللي احنا مبتلين بيهم في الزمن ده. يعني ايه اعلاميه؟ يعني مين عطاها دي اعلام؟ مش دي الكدابه دي؟ مش دي الكدابه اللي كانت جابت 3 وعملت نفسها انها عاملاهم من دار دعاره وكانت متفقه عليهم؟ مش هي دي ولا غيرها؟ هي يا فندم، هي الكدابه دي. طيب واحده كدابه، نعم، واحده كدابه مستني منها ايه دي؟ سؤال، هم مين اصلا اللي في الانترنت دول اللي بيتكلموا؟ ممكن يكونوا امن دوله، ممكن يكونوا مخابرات، ممكن يكونوا مسيحيين، ممكن يكونوا شيوعيين، ممكن يكونوا علمانيين يا فندم، بردعويه كده يعني. قصين. والله العظيم ما لهم قيمه. هل يضر السحاب نبح الكلاب؟ يا اخويا خالد، دع القافله تسير والكلاب تنبح. دول الله بيقول فيهم في سوره النمل: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ انهم اناس يتطهرون. دول مش عايزين الطهاره، دول عايزين النجاسه. فدول نعم. ما تحطهمش في اعتبارك يا اخويا خالد. نعم. دول احذيه كان النظام اللي فات لابسهم في رجليه. دول صراصير، دول فيران، بدليل ان هم بيقول لك على خنخوخ ده ولا اخنوخ ده ولا مخنوخ ده. طب انا هسال سؤال، هو خنخوخ ده مخنوخ ده نخنوخ يا شيخنا، نخنوخ نخنوخ اسمه نخنوخ. ايوه، صبري حلمي نخنوخ. صبري يعني مسيحي. نعم. ما حدش طلع له وقال المسيحيون متعصبون، المسيحيون ارهابيون لانهم بيربوا السود وقايمين في البلطجه. بالله عليك يا اخويا خالد، لو كان مسلم ولا كان شيخ وجد مربي اسود في بيته وكان عمل ربع ولا عشر اللي عمله خنخوخ ده، كانت الصحافه وكانوا الكلاب دول كلاب اهل النار، الجزم دول مقاس 42 كانوا قالوا ايه على الاسلام مش على وجدي. الاسلام ليه احنا ما اتكلمناش بقى المسيحيه؟ والمسيحيه اللي بتقول ضربك على خدك الايمن اديله قفاك ولا اديله مش عارف، ما حصلش. اشمعنى هم لما واحد مسلم بيغلط غلطه بس غلطه بيشوهوا الاسلام، مش بيشوهوا الشخص نفسه؟ ليه احنا ما شوهناش المسيحيه؟ وليه ما اتكلمناش عن المسيحيين؟ وادي مثل قدامنا اهو، دع القافله تسير والكلاب تنبح. والله ما تضيع وقتك عليهم ان شاء الله باذن الله. واحده كذابه ومجرمه هتقعد تسمع عليها دي ولا مين دي؟ ان اذا استمروا في هذه السفالات اللي بيوجهوها للقنوات الاسلاميه ولرجال الدين الاسلاميين هيجدوا منا ما لا يحمد عقباه. ان شاء الله تعالى هيكون لينا رد فعل تاني خالص 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 خالص. ولا بقولها على الهوا اهو، ده كان زمان وجبر، وبقولها بملء فيها اهو، كان زمان وجبر. وبقول لهم اقسم بالله اتقوا ان احنا نتصرف بغضب. انا حتى الان بتصرف بعقل، وحتى الان بقول لن ابدأ الا اذا بدأوا، لكن لو تطاولوا اكثر من هذا ستكون النتيجة غير محمودة بالمرة. انا حتى الان كافف، مش هقول لك الالاف الملايين، ولو حبيتوا تشوفوا ده بكرة الصبح هقول على الهوا يلا يا شباب انزلوا ويا ناس انزلوا. مش هنتلم، والله ما هنتلم ولا حد هيلمنا. معنى كلام ان احنا هنقوم بثورة وننزل المكان المحدد للثورة ولن نتحرك منها الا اذا اتخذ قرار مع هؤلاء. بدأ يعني صبر ينفذ، خاصة بعد ما ظهرت المخلوقة دي اللي كان يعني ربنا مريحنا منها وكانت بره مصر، بعد ما خرجت من مصر بفضيحة خلاص وهرجع تاني علشان يعني تنفذ سمومها وهتبتدي بقى ترفع لواء الهجوم علينا. لن نقبل هذا ولن اقبله. انا لا اريد ان استسلم لغضبي، والله لا اريد ان استسلم لغضبي، لان انا لو استسلمت لغضبي والله الموضوع ما هيتلم.